السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وخروج مصر من كأس العالم ونهاية الحلم الجميل، الحلم اللي احنا عشناه من أول ما سافرنا، ومن أول ماتش بلجيكا مع جون إمام عاشور. والحلم كل يوم بيكبر. كان نفسك تكسب أول ماتش، كسبت أول ماتش قدام نيوزيلندا. دخلت ماتش إيران كان نفسك تطلع أول، للأسف ما توفقتش. بتفاصيل بسيطة جوه الماتش. دخلت قدام استراليا، كان نفسك تخلص الماتش من 90 دقيقة أو كنت أحسن من أستراليا إلا بعد دقايق يعني. ما قدرتش تتأهل في 90 دقيقة، وتأهلنا ضربات جزاء، والحمد لله إن ربنا كرمنا في ضربات الجزاء. ورحت تلعب الأرجنتين، وداخل بقى بالحلم الأكبر ده اللي هو هيبقى قمة الأحلام، إنك تطلع ميسي ويبقى آخر ماتش لميسي قدامك، وإن أنت تكسب، وإن أنت لعيبتك تلعب ماتش يبقوا فيه رجالة. وحصل كل حاجة إحنا قلناها. لكن للأسف انت مش بتلاعب ميسي بس، انت بتلاعب ميسي وبتلاعب انفانتينو اللي بيطلع بيقول لك انا متوتر ان ميسي كان هيطلع ومتضايق ان ميسي كان هيطلع. وطبعا لازم ميسي يكمل. وبتلاعب برضو تحكيم اللي هيبقى في صالح انفانتينو وفي صالح ميسي 100%. 100%. و واخر حاجه هو الكلام اللي قاله حسام حسن، ان طبعا مش هيعجب بتوع امريكا ولا هيعجب اي حد. فهي باكج كلها على بعض ادت للنهايه، لخروج المنتخب ونهايه الحلم اللي كان حلو قوي. احنا عشنا 80 دقيقه، احلى 80 دقيقه في حياتي، في حياتي. يعني انا الحمد لله، يعني لما بشجع الاهلي وبشجع ريال مدريد، فالتشامبيونز ليج ودوري ابطال افريقيا دول بالنسبه لنا كل يوم، يعني ده حاجه بنقزقزها، يعني مش حاجه بالنسبه لي كبيره. وفرحت كتير، العاشره مع راموس وقفشه في القضيه وغيرهم كتير. لكن ال 80 دقيقة وفرحة الجونين بتوع ياسر ابراهيم وبتوع مصطفى زيكو، انا ما فرحتش كده في حياتي، في حياتي. كنت خلاص قريب من ان احنا نوصل لربع النهائي، ولعبتنا رجالة كانت تقدر قدام سويسرا ولا قدام كولومبيا كانت تقدر تعملها. لكن للاسف احنا ما انا ميسي ده مكتوب له ان هو يبقى عقدة حياتي. يعني ميسي ببقى انا بشجع ريال مدريد من 2011، فميسي ده من 2011 كام دوري وكام مره لازم هو لازم يبقى هو اللي طالع لي في المستخبي، هو لازم يبقى ميسي. وحتى النهارده لما صدقت قلت بقى احنا خلاص هنلعب منتخبات وانتوا منتخب وحش اللي يقدر يسيطر عليه يعني. لا, لا، هو طلع لي زي الفرقع علوس كده من النص كده، وقال لي انت هتفرح، يلا ارجع. والواحد لما كان بيقول ميسي ده مدلل، وميسي هو لازم يتحاب عليه والكلام ده، ناس كانت بتاخدها الحرب عشان انت بتشجع كريستيانو وانت بتحب كريستيانو. والله لا، ميسي احسن لاعب في التاريخ، نقطة. لكن هو ميسي بيتحاب عليه، وميسي بيطبل له. ما تناقشنيش في اي حاجة. كأس العالم ده في ماتشين واضحين. ماتش الجزائر ميسي يستحق كارت احمر وما اخدهوش قدام الجزائر. الماتش بتاع النهارده هما بيطبلوا للارجنتين، الحكم نازل بيساعد الارجنتين. انا مش بكلمك على 2022 مثلا اقول لك ضربات الجزاء، كده كده في كذا كام ضربه جزاء كانوا صح ومحدش يقدر يتكلم فيهم، وهو طبيعي الكوره فيها ضربات جزاء. لكن أنا مثلا الكوره بتاعت هولندا لما مسك الكوره بايده ما خدش حتى انذار. مش بكلمك، انا بكلمك في كاس العالم ده، وبكلمك في ماتشي، الماتش اللي انا كنت احسن من ميسي واحسن من فرقه ميسي. لكن انا ومش هكلمك تحكيم بس، لسه هنيجي بقى للعيبه. بس انا ببدا بحته التحكيم دي عشان ده حكم على رأي اسلام مهدي. يحكم يا معفن انت مستني عدالة من واحد ما عندوش شطافة. هو قالها اسلام مهدي، ناس ما عندهاش شطافة فمستني منهم ايه؟ نظافة. ده حكم ده بقى يعني انا بجد مش متخيل كم الفجاجة. ارجع للفار، قول لي يا عم ارجع والغيها، عرفني انت لغيتها ليه، واحط الجزمة في بقي وهسكت. انا فعلا 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 قال لي كلمة تتقال، انا من امبارح وانا مقهور، مقهور على منظر اللعيبة وهي طالعة، على منظر حسام حسن وهو بعد الماتش هو عمال يقول لمراته احنا كنا قريبين قوي من الحلم. فعلا مقهور. احنا نستاهل ان احنا نبقى مكان الارجنتين.
وكان نفسي نكسبهم، بلد يهوديه وبلد بتبقى ضد اخواتنا ومع الناس اللي ضدنا والكلام ده كله كل دول لازم يكسبوا، واحنا عشان احنا الفئه الاقل والفئه الاضعف احنا لازم ان احنا نخسر. لكن انا بص، انا مش هتطرق للحته دي، هي كانت في ايدينا، هي كانت في ايدك واتقسمت لغيرك، هي مش هقولها حاجه تانية، فهي كانت في ايدك انت. انا عايز ابدا قبل اي حاجه، قبل ما ابدا بقى وانتقد واللي حصل في الماتش والكلام ده. كابتن حسام حسن شكرا ليك جدا، شكرا ليك جدا. انا بحب منتخب مصر قوي. انا ما حضرتش كاس 2006، ما حضرتش كاس 2008، 2010 وكنت فيها يعني لسه صغير، بس فاكر الماتشات وفاكر جون جده في غانا والاحتفالات اللي احنا نزلنا نحتفل بيها والكلام ده. انا فاكر الماتشات، لكن ما كنتش مركز قوي. فاكر كاس العالم القارات، فاكره برضو طشاش. كنت اتفرج عليها ساعتها مع جدي الله يرحمه. آه فاكر كاس القارات، وفاكر برضو بعديها بقى الفترة الجاب اللي احنا اخدناها بشكل سيء. انا شجعت المنتخب ده لما كان في لعيبة ما بتلعبش في المنتخب ده، في فترة شوقي غريب. شجعت المنتخب ده في فترة بوب برادلي لما كانش قدامنا غير اتنين لعيبة بس هما اللي بيعملوا كل حاجة، محمد صلاح ومحمد ابو تريكة. وبعدها فترة هيكتور كوبر كلها لما رجعنا نبني تاني، ونهائي كاس افريقيا 2017، ووصلنا كاس العالم 2018 وطلعنا حصاله، وكاس افريقيا 21 و22 لمسنا كل الحاجات دي. لكن انا ما فرحتش ولا حسيت ان المنتخب قلبه علينا قد الفتره بتاعت حسام حسن. ملخصا انا عايز اقول ان انا يعني الناس اللي كانوا موجودين في فتره حسن شحاته، في ناس كانت موجوده من فتره الجوهري وفتره حسن شحاته، فهم شافوا احتفالات وشافوا فرحات كتيره. انا ابويا مثلا حضر كاس عالم 90 وشاف افريقيا 2000 1998 بتاعه الجوهري، وغير الثلاثيه بتاعه حسن شحاته، وكان موجود وشايف كل الكلام ده. ففي فرحه كبيره. انا الفرحه الكبيره بالنسبه لي كانت افريقيا 2010. كنت زي ما بقول لك يعني لسه صغير، مش فاهم قوي زي دلوقتي. فحسام حسن هو عايشني اكبر فرحه في حياتي، بجد. حسام حسن عايشني اكبر فرحه في حياتي في تاريخ تشجيع المنتخب. وانا مش من الناس الجديده، ان في ناس جديده وحقها بالمشاكل اللي حصلت مع المنتخب ما بتشجعش المنتخب، ما بتدعمش. لا، انا بحب المنتخب، والمنتخب لما بيلعب ماتش ودي بقعد وبستناه وبتفرج عليه، ولو عندي فرصه ان انا اروح احضر في الاستاد بروح احضر. فانا بحب المنتخب قوي، وكان نفسي اعيش فرحه مع المنتخب. يعني انا نفسي في كاس نفسي في كاس لكن جه حسام حسن وعيشني حلم فعلا. انا فرحان ان احنا وصلنا لدور 16، مش هنكر عليك. لكن انا اللي مضايقني هو السيناريو اللي حصل. انا لو نازل واخد جونين في اول 10 دقايق ولا في اول الماتش واخد جونين، كنت قلت خلاص هم احسن. لو عارف ان كرة البيلين دخلت وكرة الفاريز دخلت جون، او الهيد بتاع ماك اليستر، باش البيلين يضيع عادي، الهيد بتاع ماك اليستر والكرة بتاعت الفاريز دول لو كانوا دخلوا، انا كنت هقول خلاص هم الارجنتين برضو هنعمل ايه، كويس ان احنا جبنا جون. لكن تبقى متقدم 2-0 2-0 والدقيقة 79 ونخسر. يا تقل دمك يا كورة، يا تقل دمك يا كورة. بجد سيناريو يقهر. انا من امبارح وانا فعلا انا مفيش كلمة تعبر عن اللي انا فيها قد ان انا فعلا انا مقهور. الراجل اللي واقف على الخط ده حسام حسن يستاهل يوصل لدور الثمانية. قلع اسكالوني في الكورة، هو بس لعيب فز راح على الوينج، وحسام حسن ولا المحللين الاداء ولا ايا كان محدش، ولا حتى اللعيبه اللي في ارض الملعب واخدين بالها، وفي الاخر ادت اللي احنا طلعنا بره. انا بس لو هلومك يا كابتن حسام حسن على حاجه، ان انت لما نزلت تريزيجيه، انا كنت قاعد بطالب بتريزيجيه وعمر مرموش. انتوا اتنين لعيبه انانيه قوي قوي قوي، اتنين لعيبه فعلا انانيه، وما تفكروش غير في المنتخب. مش بتفكروا غير في نفسكم. المنتخب والجماهير دول ما جاش في دماغكم. انتوا اتنين لعيبه فعلا انانيه. كره تريزيجيه اللي اخدها وشاط يعني، يا ابني انت ده ميسي ما بيعملش كده، وياخد الكره على الجنب وعايز تشوطها لي، طلعت بره. وشكلك كان يعني مش عايز اقول كلام كبير، بس شكلك فعلا كان سيء وانت بتشوط الكره دي تطلعها بره.
والتاني اللي بياخد الكره من محمد صلاح بدل ما يفتح له، واخد الكره من محمد صلاح والمدافع مترقص له، خده لجوه، خده لجوه وتروح انفراد وشك في وش الجول، لكن تروح تضيعها زي اللهبل. المدافع واقف متمسمرك، خده على الثابته بتاعته وعد منه، او ما تاخدش الكره من صلاح وافتح لصلاح. قدامك فتحه على اليمين، على يمين صلاح، خش اجري انت فيها يديك الكره تروح انفراد. لكن انت لعيب اناني. انت لكابتن حسام انت كنت محتاج تنزل حسام بعد الجول اللي هم جابوه الاول ده بالهيد بتاع روميرو. انت كنت محتاج حسام، حد ياخد لك الكره العاليه. ميسي راح على اليمين عمال يلعب لك عرضيات. الجول الاول عرضيه، الجول الثاني ميسي لعب الكره العرضيه ما عرفناش نطلعها، ما عرفناش نستغلها احسن استغلال. نزلت مش عارف مولينا ولا اللعيب رقم 4 مش عارف مين، مونتيل، ايوه مونتيل، نزل استلمها غلط، راحت لميسي شاطها دخلت جون. الجون الثالث عرضيه من لوتارو مارتينيز، عرضيه. وايه كل الناس اللي بتهاجم دي؟ ايه كل الناس اللي بتهاجم دي؟ طب ليه ما نأمن؟ لكن انت لازم تتقهر، لازم تتقهر. تلعب ماتش قدام البرازيل عالمي لازم انت تخسر. تلعب ماتش عالمي قدام الارجنتين واحسن من الارجنتين وتكسب الارجنتين، لكن لا انت لازم تخسر بسيناريوهات مستفزه. يعني كرة ميسي دي جت في ايد شوبير وخبطت في العارضه ودخلت. اللي هو انا من امبارح وانا متضايق، متضايق فعلا. انتوا وانا بس يعني مش عايز اطول في الحته دي ومش عايز هو انا اكتر اتنين كانوا مستفزني من ساعه لما نزلوا هم عمر مرموش وتريزيجيه. وانا كنت بطالب بعد ما جبنا الجون الاولاني وابويا وامي كانوا يشهدوا عليا وانا بطالب ان انا عايز عمر مرموش وتريزيجيه لازم ينزلوا. وما نزلوا ونزلوا وطلعت انا غلط. يا ريتكم ما نزلتوا. يا عمر يا مرموش ده زيكو اللي بيعها في بيراميدز احسن منك، عنده دم اكتر. هيثم حسن اللي متربي في فرنسا وما اعرفش ما عادش في مصر وما عرفش حاجه عن مصر احسن منك وبيلعب قلبه على المنتخب. انتوا هي اصابتين هم اللي دمرونا النهارده، اصابه هيثم حسن واصابه امام ده غير الحكم. وان كابتن حسام برده ما نزلش حسام عبد المجيد. بس مجملا وفي النهايه شكرا يا كابتن حسام، انت عايشتني حلم، انت خليتني اطلع انا متضايق من ماتش الارجنتين بدل ما انا كنت داخل احنا خسرانين من الارجنتين وميسي في اول ربع ساعه هيخلص الماتش. لكن انا لازم اشكرك ان انت خليتني اعيش الحلم ده، خليتني اتضايق ان احنا خسرانين 2-0 من 3-2 من الارجنتين ويتعمل علينا ريمونتادا. كوكا زي 2-0 2-0 لحد الدقيقه 80. لعيبه شكرا. كنتوا لعيبه الرجاله كانوا همكم على المنتخب. حسينا اول مره نحس ان انتوا همينكم الجمهور. عايز ابدا بمصطفى شوبير. انت حارس مش طبيعي يا ابني، الله اكبر الله اكبر. ربنا يخليك لابوك ولامك ويحرسك. يعني انا كمشجع اهلاوي بقى دلوقتي وهنرجع بقى للاهلي وللزمالك والكلام ده، انا نفسي تكمل في الاهلي. انا عايز احسن لعيبه تبقى موجوده في فرقتي، نفسي تكمل في الاهلي. بس اتاكد ان انت لو رحت اي فرقه اي فرقه لو ليك مشجع واحد هو هيبقى انا. ربنا يحرسك يا ابني وتكمل على المستوى ده، ولسه ان شاء الله قدامك كاس عالم تاني ولسه كاس وفرحات وافراح جايه لك كتير باذن الله. فانت لاعب كبير. ياسر ابراهيم انا عايز ده تاني لاعب اتكلم عنه. انت عملت مباراه كبيره وعملت بطوله كبيره عامه، لكن احنا بنلعب على الصفاره يا ياسر، بنلعب على الصفاره ما بنلعبش على التوقع. لما ما توقفش ان هو في الجول الاولاني بتاع روميرو ياسر ابراهيم وقف ان هي كره اوف سايد. ما دي حبيبي العب طيب لو فيها اوف سايد يعني لو فيها اوف سايد والحكم حب يرجع لها يبقى عملت اللي عليك. لكن انت الجون الاولاني انت لابسه اكتر من الجون الثالث. ان في ناس هتشيله الجون الثالث، انا مش شايله الجون الثالث ان انت كنت في موضع انفراد وكره عدتك. مع ان كان ممكن تقدر تدافع فيه احسن من كده بكتير، بس في الاول وفي الاخر انفراد وتوفيق. لكن يعني الجول الاولاني هو ده اللي انا شايله لك اكتر، ان انت ما توقفش العب على الصفاره. محمد هاني عمل بطوله كبيره جدا جدا جدا، يعني اتمنى ان نكمل بالاداء ده.
كريم حافظ انا من بعد اصابه فتوح وانا كنت بقول لكل الناس ان يعني احنا هيبقى في ثغره ناحيه الشمال، فاجئتني بمستواك ده. لعيب كويس، لعيب راجل، كنت بتعمل اللي عليك. والماتش بتاع يعني استراليا لما انت تعبت وحسيت نفسك انت مش قادر، طلبت ان انت تطلع ما اتكسفتش. والماتش ده بتنزل وبتلعب وبتقاتل، فعاش يا ابني. مروان عطيه ومهند لاشين اتنين جامدين قوي. مروان عطيه انت في الاخر، مروان عطيه حسيت ان انا في الملعب. لا في الكوره بتاعت لوتارو لما هو دخل فيه مغلول وكان عايز يتخانق معاه، انا يعني هدتني شويه الصراحه. لكن انت عامل بطوله كبيره، وانا مروان عطيه بحبه قوي الصراحه. مهند لاشين برضو بطوله ممتازه ممتازه. ما اثرتش عليك بس غير الغياب بتاع استراليا، لكن عملت بطوله ممتازه. الاربع ماتشات اللي انت لعبتهم يا ابني احسن ما يكون. حمدي فتحي يعني كنت متستني من حمدي احسن من كده، بس مجملا لما نزل الشوط الثاني قدام الارجنتين انا بالنسبه لي كان كويس. قدر يقفل بعض الاحيان على ميسي، لكن في الاول وفي الاخر ده ميسي. رامي ربيعه برضه عمل ماتش كبير وعمل بطوله كويسه. الملك محمد صلاح اللي ورايا، التقدير اللي انت بتاخده ده تستاهله. عملت بطوله كبيره، آه كنت فيها قائد وفيها مصدق حلمك و... وعملت بطوله كبيره. كان نفسي ان انت تكمل ان شاء الله، وكنت تقدر تكمل دور النص النهائي. كان نقدر يعني، مش عديت الارجنتين فسويسرا ولا كولومبيا كنت تقدر يعني، لكن قدر الله ما شاء فعل. حلمك هيقف عند هنا. مستنيين في الجاي مستنيينك في افريقيا. ربنا يوفقك بيها وتاخدها، عشان انت تستحق ان انت تبقى موجود في تاريخك كاس افريقيا. ان انت واحد من احسن اللعيبه في افريقيا، ان ما كانش انت احسن لاعب في تاريخ افريقيا. مع احترامي لاي حد، محدش عنده عنده تلت تاريخ محمد صلاح. فتسلم يا ابو مكه. وزيكو يعني انت جيت من العدم يا ابني. زي ما قلت في الماتش بتاع الفيديو بتاع ماتش بلجيكا، والفيديوهات اللي انا عملتها بعد كده الشورت والريلز والكلام ده. اللي انت اللعيبه اللي زيك هي دي لعيبه كاس العالم. اللعيبه اللي بتبقى جايه من لا شيء، تيجي هي اللي بتبقى مصدقه وبتحاول وبتقاتل. هو ده انت يا زيكو. ده لعيب راجل، لعيب ما بتقاتلش، ما بتتبخلش بنقطه عرق. وبعد الماتش كنت راجل وقلت ان الريفري از نوت فير. ففعلا هو الريفري ما كانش فير خالص 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 خالص. طلعت الكوره بتضرب من بره، حاجات سيئه بتبعدنا عن الكوره، بتخلينا ما نحبش الكوره. الحاجه اللي احنا بنحبها بنحب نتفرج عليها انتوا بتبعدونا عنها. ف ما شكرا للعيبه. كنت رجاله والله، كنت رجاله. وزي ما قلت في الاول اللي هقول، ما بخلتوش بنقطه عرق واحده. شكرا، تسلموا لكل واحد كان في الارض الملعب، كان مصدق، كان همه الجمهور. وعلى راسكم كابتن حسام حسن بالجهاز الفني بتاعه كله. ما بخلتوش خالص خالص، ورجعتونا تاني. كفايه ان انت رجعتونا تاني ان احنا نشجع المنتخب. وان شاء الله اول ماتش في استاد القاهره هعمل المستحيل عشان اروح احضره، وان شاء الله ابقى موجود فيه. عشان انتوا تستحقوا التحيه، تستحقوا الثناء، تستحقوا الشكر على مجهودكم اللي انتوا عملتوه طوال البطوله. فشكرا ليكم، شكرا ان انتوا خليتونا نرجع للمنتخب تاني. لكن اللي جاي هو ده الصعب. انتوا خلاص عديتوا جزء صعب قوي، اللي جاي بقى صعب برضو زيه، مش هيقل اهميه عن اللي فات. ان احنا محتاجين نعد المنتخب بقى الفتره الجايه بشكل كويس. عندك كاس الصيف الجاي ان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل شكل كويس. كاس عالم 2030، فان شاء الله نبقى رايحين مستعدين. فاللي جاي ده الصعب. وانا باللي انت عملته لي يا كابتن حسام، انا معاك ومستني شغلك، عشان متاكد ان انت مش هتبقى بتعمل شغلك شقلب وقلب. لا، هتبقى مركز وعايز تتعب عليه وهتختار احسن اختيارات. فانا معاك وفي ظهرك. اختار اي حد، هات اي حد، انا هدعمه وهشجعه. انت خليتني اعيش اكبر فرحه انا حسيتها مع المنتخب. والاحتفالات بعد ماتش نيوزيلندا، بعد ماتش استراليا، انا مش هنساها. فشكرا ليك يا كابتن حسام. ومش هنسى كلامك في المؤتمر الصحفي، والفيديو بتاع حضرتك بعد الماتش مع مراتك وانت بتقول لها كنا قريبين من الحلم، كنا قريبين قوي. لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. وهي دي الكورة، دي أزبل حاجة في الكورة، أزبل حاجة في الكورة. أنا القهرة اللي أنا فيها من امبارح دي ما حسيتهاش والله قبل كده. ف هارد لك لينا، ومش مبروك للأرجنتين، انتوا ما تستاهلوش. كان احنا يستاهل لنا ان احنا نتقال هارد لك. وكفايه اللي بيتقال في الصحف وفي كل مكان في العالم
بعيدا عن الارجنتين طبعا، لكن في اي حته في العالم هتلاقي حد بيقول لك ان احنا اللي نستاهل وان التحكيم ما كانش معانا. فبس اسف على الاطاله. كان معاكم احمد هاني، واشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.